هذا يبكي يبكي ويشكي عليكم بالدموع، واحد منكم ما عقلش عليه. لقى الخير في المراركه هذو تقولوا عليهم مراركه، لقى الخير في المغاربه ما لقاش فيكم. قلعوا منه بنته وقلعوا منه رزقه يا اخي اسعد. انا بابا قلعوا منه رزقه ليك لدرك راه تما في الجزائر. قسما بالله العلي العظيم كلمه ما نبدلهاش عليك. درك يطلعوا جماعه يقول لك هذه راهي مروكيه ولا لعبتها جزائريه. لا لا، انا عندي الدليل ومستعده نفتح لك الكاميرا ونوريك انا بنت من وبنت شكون. كي جا بابا في ال75 كي طردوا له مرته اللي هي يما يا اسعد، تصور معايا قلعوا منها الطفله صغيره اللي هي اختي، قلعوها منها ترضع البزوله ورماو يما في الحدود. وبابا يبكي ويقول لهم مرتي يا جماعه وقفوا معايا ما دارت والو، رماوها في الحدود باسكو مغربيه. هذا علاه رماوها في الحدود، ما دارت ولا جريمه ما دارت والو، رماوها في الحدود باسكو مغربيه. ابوك من ضحايا المسيره الكحله. واه واه. قلعوا من يما الطفله تاعها اللي هي اختي صغيره، قلعوها منها قسما بالله غير ترضع البزوله يا اسعد، عندها عام تقريبا ولا ما كاملش، ورماوها في الحدود في نهار العيد الكبير. وبابا يبكي كي قال لهم حبيت نتبع مرتي للمغرب، قلعوا منه رزقه. بابا قلعوا منه انا ممتلكات تاعه راهي ما زالت في الجزائر ليك لدرك. وشكون يهضر عليها؟ شكون هضر عليها؟ يبكي وينحب ويقول لهم انا علاه يقلعوا مني مرتي، علاه يقلعوها مني؟ قلعوها منه باسكو مغربيه، قلعوا منه رزقه. ويجي هذا دوك يقول لك احنا الشعب الجزائري طلبوها منا، احنا اولى بكم. ها هو بابا قبل رشيده قسما بالله يا اسعد غير قلعوا منه الممتلكات تاعه. وكي طلعت معك في اللايف يا اخي اسعد والبارح راح نبعث لك دي كابتير يلحقوني ويوصلوني تهديدات بالقتل، يقول لك راح نقطعوا راسك ونوريوه للمغاربه ونقولوا لهم ها هي الحركيه، ها هي اللي جات ضد بلادها، ها هي. قل لهم انا المغرب اللي تهدونا به قسما بالله غير جبرنا فيه الخير. قسما بالذي بعث محمد لو خيروني في بقصر في الجزائر وكوخ في المغرب والله ساختار كوخا في المغرب، باسكو شعب مضياف شعب كريم ما شفتش منه غير الخير. تصور معي يا أخي أسعد، تصور معي كل هذه الإساءات التي تصلهم من عندنا نحن كجزائريين، ونقول لهم جزائرية ويقولوا لي مرحبا بك. كاش ما خلاو لي أنا ما نقول؟ والله غير حشمتوا بينا قسما بالله، راعولنا وبعدوا من الشعب المغربي، والله غير دعاويهم خارجة فينا. وأنا حابة نسقسي هاد الخوة اللي معنا الجزائريين ولاد بلادي، فهموني أنا كاش ما راكم رابحين من جماعة بوليزاريو؟ واش ربحتوا منها؟ ربحنا منها العداوة مع المغرب، حابين نقصبوا لهم بلادهم. قولوا لي انا كاش ما ربحتوا منها؟ قنعوني، اعطيوني سبب مقنع العداوه اللي راكم رافدينها على المغرب. علاه واقفين مع جماعه بوليزاريو ياكلوا دراهمنا؟ هادشي نتوما تعرفوه حنا نعرفوه. نورمالمون الدراهم اللي تمشي عندهم نستثمروها في الصحه في التعليم في الطوابير في الصوالح اللي رانا محتاجينها في بلادنا. علاه راكم واقفين مع جماعه بوليزاريو؟ واش ربحتوا منها؟ كاش ما ربحتوا منها واحد منكم يقنعني. انا من اب جزائري وام مغربيه يا اخي اسعد. تخيل معي تفرق طفله صغيره ترضع البزوله عن امها وترميها بلا ذنب بلا ذنب لانها مغربيه، فقط لانها مغربيه. وقبضوا بابا وقبضوا جماعه اللي هما عمامي وقبضوا الناس اللي الكل تما الجيران وهكا، دخلوهم للتيران وقعدوا يحرضوا فيهم، قالوا لهم قط مغربي ما نحبوش يدور عندنا في الجزائر. المروك عدياننا، المروك اعدائنا وراح نحاربوهم، واول حاجه نبديو بها نطردوهم من بلادنا. وقط مغربي ما نحبوش يدور في بلادنا، قط مغربي ما نحبوش يدور في بلادنا. وهكذا كانت، داروا جريمه في حق الانسانيه. ولا واحد جزائري هضر وقال عيب، ولا واحد منهم هضر وقال هذا الشيء عيب ولا قال حرام. سامحيني يا حنان للتوضيح بركة أختي، أي ولاية في الجزائر وضحي لنا جزائرية لا. قر اسمع يا اخي الله قسم بالله العظيم فيكم غباء فطري. شوف كلام يعني شوف كلامها قسما بالله بيتكلمين احسن منكم يا اخي. قر لا تفتح ميكروفونك. لماذا هذا القسوه في الجزائر؟ لماذا هذا الغلظه؟ ليش هم متوحشين هكذا؟ من اين جاءت هذا الغلظه على المغربي تحديدا؟ على المغربي تحديدا من اين جاء هذا القساوه وهذا القسوه؟ اخي اسعد قسما بالله يما ما راهيش هنا، ولو كانت هنا نفوتها لك هي وتحكي لك الجرايم اللي صرات في ال75. قسما بالله غير شي يبكي ويدمي القلب يا اخي اسعد. اقسم بالله العلي العظيم تحكي لي يما قالت لي مراه مغربيه
حامل ولدت معاهم في الكاميو تاع العسكر، قال لك ضربوا لها الطفل هكا برجليهم، العسكر ضرب لها الطفل هكا برجله وقال لها مروكي، دفوا عليه ودفل عليه ودفل على المراه، دفل عليها حاشاك لانها مغربيه، والطفل بحر زايد تحكي لي يما قسما بالله قالت لي بحره ولدت الولد، جا وركله لها العسكري هكا برجليه وقال لها تفو مروكي. انا هذا القصص اللي تحكيها لي يما ويحكيها لي بابا هي اللي خلاتني نرفض هذا الحقد. ما نقولكش انا على الجزائر، قسما بالله نتمنى يجي يوم ونشوف الجزائر دوله حتى هي شعبها محترم ونشوفها الفوق، باسكو كوميم الدم تاعهم يجري فيا، ما نحبش عليها كوميم، نقول بلادي بصح النظام تاعي انا ضده وضد الشعب اللي تابع النظام، اللي سياسه القطيع اللي هم تابعينها انا ضدهم فيها، باسكو راهم يأديو ناس ما شافوش منهم سوى الخير. انا بابا يحكي لي ويقول لي قسما بالله المغاربه ساعدونا الوقت اللي كنا محتاجين مساعده، كانوا يجيو ثوار من عندهم يجيو يجاهدوا ويموتوا معنا، قال لي شهداء مغاربه ماتوا معنا والدم تاعهم مازال في ارضنا، قال لي واللي الوقت اللي وقفنا على رجلينا استقبلنا جماعه بوليزاريو ودورنا فيهم. يا اخي اسعد راهي جرايم صرات، لا اله الا الله محمد رسول الله، راهي تحكي لي يما تبكي وتطلبهم وتقول لهم اعطوني بنتي، ما قدوش يمدوها لها، قلعوا منها البنت ترضع البزوله ورماوها في الحداده، علاه؟ باسكو مغربيه، هذه هي جريمه تاعها، باسكو مغربيه وفقط. كاش ما راح تقول لي خويا سعد، انا صدمت في هذا الشيء اللي حكات لي يما واللي حكى لي بابا، قسما بالله غير وجع لي قلبي وخلاني نرفض حقد على العسكر وعلى النظام تاعنا، وخلاني نكرهه من قلبي. ما نكرهش الجزائر لا بصح نكره النظام ونكره الشعب التافه الغبي اللي تابعه واللي ماهاش قاد يحل عينيه. كي يجي يدافع لي انايا على جماعه بوليزاريو كاش ما ربحت منها، ربحت العداوه مع دوله دارت فيا الخير، المغرب دار فينا الخير، المغرب قدم لنا يد المساعده، علاه تنكروا الخير؟ يا وعلاه تنكروا الخير؟ دعاويهم راهي خارجه فينا، رانا اللور المغرب راهو يطلع وحنا رانا نهودوا، علاه هذه العداوه لكم شاريه لنا معاه؟ علاه؟ كاش ما استفدتوا؟ نقول لها انا نسقسيك بما انك تفهم في القانون وتعرف في القانون الجزائري وهكا، قول لي انا كيفاه راح نرجع الرزق تاع بابا اللي قلعتوه منه في ال75؟ مشات له داره وثلاث قوارب تاع الصيد، بابا انا كان صياد بحري ومشاو له ثلاث قوارب تاع الصيد ومشات له داره وقلعوا له دراهمه، جريمته الوحيده انه احب امراه مغربيه وتزوجها على سنه الله ورسوله، لم يفعل شيئا حرام، جريمته الوحيدة أنه تزوج امرأة مغربية، والفضل لها في تربية وحسن أخلاق يرجع لهذه المرأة المغربية التي تسبونها وتشتمونها طوال اليوم. الحمد لله أنني بنات امرأة مغربية شريفة. وتقولوا المخزن راهو يجيش فينا وما نعرف واش، نقول لكم قسما بالله الذي بعث محمد، قسما بالله وديني ويماني حارمين عليا، واحد ما راه باعتني، واحد ما راه يقول لي هذه الهضره هذه، والمغرب ما راهوش مسحقني انا ندافع عليه، المغرب ما راهو مسحق ولا واحد فينا يقول عليه يدافع عليه، ولا المغرب بارقامه بانجازاته برجاله ونساه راهو طالع الفوق، ما راهش مسحقني انا، بصح راني نقول كلمه الحق، راني نوعيكم، فيقوا وعيقوا خلاص صاي. ونجي نقول لك انا الدليل الكبير، والله لو نجي ونسب مغربيه دوكا نطلع في لايف تاني ونقول المغربي كذا وكذا والمغربيه ونسبهم ونطيح لهم، والله غير تقبضوني بالاحضان، وراهم عندي دي كابتور ونبعثهم لك يا اسعد ونشرهم، والله غير حاولوا معايا بجميع الاشكال، جميع المحاولات داروها معايا، كيما نقبضت لهمش راهم يطيحوا لي دوكا في هذه الاثناء طالعه في اللايف ويوصلوني رسائل يطلعوا لي من الفوق السب والشتم والقذف بجميع الاشكال والتهديدات، لحقت بهم لواحد الدرجه ما تتخيلهاش. والله لو انني اسب مغربي دوكا نولي حبيبتكم وخوتكم، بصح ما نسباش ولا تسمعوها مني، باسكو الشعب دار فينا الخير من قدم الزمان حتى لدوكا، الشعب رانا نتعداو عليه وهو يدير فينا الخير، احنا نشتموهم ونسبوهم هما يديروا فينا الخير، ما همش يعاملونا بالمثل. هذا اللايفات اللي هم يطلعوا فيها مجرد ردة فعل وناس بسطاء مواطنين عاديين يدافعوا على بلادهم، باسكو نحنا دخلنا فيهم وحابين نقسموا لهم بلادهم. وكاخر حاجه اخي سعد، نحب بما انني جزائري بنت جزائري حر،
حبيت نعتذر من المغاربة جميعا صغارا وكبارا من الأذى اللي لحقهم منا، نقول لهم سمحوا لنا خاوتي، سمحوا لنا من عندي أنا، والله ما راني عارفة وجهي فين نديره من عندكم. الناس رانا نأذيو فيكم وانتم ترحبوا بنا، أخلاقكم حشمتني ودهشتني، نتمنى منكم تسامحونا. نحب نقول لها انا بابا قبل رشيده طلب منكم مساعده، يبكي ويشكي عليكم بالدموع، واحد منكم ما عقلش عليه. لقى الخير في المراركه هذو تقولوا عليهم مراركه، لقى الخير في المغاربه ما لقاش فيكم، قلعوا منه بنته وقلعوا منه رزقه. يا اخي اسعد، انا بابا قلعوا منه رزقه ليك لدرك راه تما في الجزائر، قسم بالله العلي العظيم كلمه ما نبدلهاش عليك. درك يطلعوا جماعه يقول لك هذه راهي مروكيه ولا لعبتها جزائريه. لا لا، انا عندي الدليل ومستعده نفتح لك الكاميرا ونوريك انا بنت من وبنت شكون. كي جا بابا في ال75 كي طردوا له مرته اللي هي يما يا اسعد، تصور معايا قلعوا منها الطفله صغيره اللي هي اختي، قلعوها منها ترضع البزوله ورماو يما في الحدود، وبابا يبكي ويقول لهم مرتي يا جماعه وقفوا معايا، ما دارت والو، رماوها في الحدود باسكو مغربيه، هذا علاه رماوها في الحدود، ما دارت ولا جريمه، ما دارت والو، رماوها في الحدود باسكو مغربيه. ابوكي من ضحايا المسيره الكحله. واه قلعوا من يما الطفله تاعها اللي هي اختي صغيره، قلعوها منها قسما بالله غير ترضع البزوله يا اسعد، عندها عام تقريبا ولا ما كاملش، ورماوها في الحدود في نهار العيد الكبير، وبابا يبكي. كي قال لهم حبيت نتبع مرتي للمغرب، قلعوا منه رزقه، بابا قلعوا منه انا ممتلكات تاعه راهي ما زالت في الجزائر ليك لدرك، وشكون يهضر عليها؟ شكون هضر عليها؟ يبكي وينحب ويقول لهم انا علاه يقلعوا مني مرتي، علاه يقلعوها مني؟ قلعوها منه باسكو مغربيه، قلعوا منه رزقه، ويجي هذا دوك يقول لك احنا الشعب الجزائري طلبوها منه، احنا اولى بكم. ها هو بابا قبل رشيده قسما بالله يا اسعد غير قلعوا منه الممتلكات تاعه. وكي طلعت معك في اللايف يا اخي اسعد والبارح راح نبعث لك دي كابتير يلحقوني ويوصلوني تهديدات بالقتل.